دايما السؤال اللي دايما بتسأله، اجيب ايفون ولا اجيب اندرويد؟ لانه ما بقاش فيه خلاص حد تاني مناسب. فخلينا نقول ميزات وعيوب وميزات وعيوب. الايفون شركه واحده اللي بتعمله، هي برضو نفس الشركه اللي بتعمل الاوبريتنج سيستم او السوفت وير، وده مخلي الايفون عنده ميزه كبيره جدا عن اي تليفون اندرويد، فكره طول العمر. هتلاقي ايفونات 6 و7 و8 كتير لسه شغاله وفي الخدمه ومتمرمطه وشاشتها متكسره وبتاع، بس التليفون شغال وزي الفل، لانه هي شركه واحده اللي بتعمل السوفت وير والهاردوير، البرامج والمعدات. فعشان كده هي ظابطه الاداء، وبتلاقي التليفون بيخدمك لفتره طويله جدا. يعني ايفون اكس اللي من 2018 شغال زي الورد. طبعا الميزه في اي او اس هي سهوله الاستخدام، سهل جدا، مفيش مشاكل خالص، وان كانت حياتك مربوطه بالاي كلاود، لكن وبتكمل جمال القصه لو انت بقى عندك ايفون وعندك ماك وعندك ايباد. الايكو سيستم ده او العالم ده عالم حلو جدا وبيخدم على بعضه، وتبدا الرساله في التليفون وتخلصها على اللابتوب، رساله ممكن تتبعت لك. يعني ترابط العالم ده مع بعضه حلو قوي، حلو قوي. وتلاقي اللي بيستعمل ايفون، يعني فعلا على راي المصور هنا واحنا بنتكلم واحنا بنجهز الحلقه، انه لو انت اندرويد وقلبت ايفون صعب قوي ترجع تاني اندرويد. سهوله، اداء، وقيمه التليفون كمان لما تشتريه وتيجي تبيعه القيمه معقوله جدا. ده ما يقللش ابدا من الاندرويد. اندرويد هنا المشكله انه شركه جوجل هي بتعمل اندرويد، وفي مليون واحد بيعملوا المعدات، ابتداء من سامسونج لغايه ناس في الصين ما نسمعش عنها، وممكن بعد شهرين ثلاثه تلاقي الناس اللي في الصين دي. يعني ده مثلا نموذج لتليفون مش معروف كتير في مصر اسمه فيفو، وده تليفون صيني بس اداؤه بيرضيني جدا كاندرويد. ميزه الاندرويد انه تقدر تعمل في التليفون اللي انت عايزه. الابل انت محدود، مفيش حاجه اسمها برامج من بره الاب ستور، وان كان الاب ستور بتاع ابل طبعا معروف بحجمه الكبير، لكن هنا تقدر تستعمل برامج من بره الاب ستور. الاندرويد ممكن تخصص زي ما انت عايز وتشقلب التليفون زي ما انت عايز، ويعني لو انت حد بتاع كود شويه انت ممكن تعمل كل الانترفيس ده الشقلباظ اللي انت عايزه، لكن ده مستحيل تعمله في الابل. انت هنا محكوم بابل. هنا الميزه انه جوجل، لانه اندرويد اصلا مبني على فكره البرامج مفتوحه المصدر. يعني اندرويد كور هو برنامج انت اي حد في العالم يقدر ياخده ويطور منه اندرويد نسخه 14 بالجبنه ويعيد توزيعه تاني وجوجل توزعه له كمان. الكلام ده مش في ابل. هنا ابل اشتريت التليفون 128 ستعيش بقيه حياتك انه 128 او 256 او 512 او 64 او 32. اللعبه دي مش موجوده في اندرويد، بس مؤخرا ابتدينا نشوفها بتروح، بالذات مع سامسونج، انه مفيش دعم لبطاقات الاس دي كارد، بطاقات الذاكره الاضافيه. فده مثلا ده 256 انا ممكن احط فيه اس دي كارد لغايه 1 تيرا. ممكن تكون مكتبتك، ممكن تكون زي حالاتي بتستعمل التليفون في انك بتعمل فيديوز فمحتاج مساحه. هنا تقدر تزود مساحتك زي ما انت عايز في الاندرويد، لكن ما تقدرش تعمل ده في الابل. طيب من ناحيه الامان يا ايمن، ابل امن شويه، وان كانت مش امنه بشكل كامل. وفي يعني لو عملنا سيرش كده على فضايح الامنيه بتاعه اي او اس، يعني حاجه مش تبقى لطيفه خالص، بس احسن من الاندرويد. ولنفس السبب اللي قلناه في الاول، انه الابل مقفول على نفسه بينما الاندرويد مفتوح على الشارع. فانا افضل، بس يمكن دي مرجعيه ايمن وده غلط، بس ده رايي الشخصي، ان انا بفضل ان انا تاني في الشارع واحاول اكافح عما اكون جوه مظله ابل. لكن ده ما يقللش خالص، انا بتست درايف ابلز يعني طول الوقت، ما يقللش من احترامي للبرامج ولا للمعدات ولا لقوه الجهاز خالص خالص. تلاقي بص الراجل اللي شايل ابل ده ما يعرفش رامات كام، لان هو مرتاح، ومش مهم تعرف رامات كام. لكن الراجل بتاع اندرويد بقى حرام طول الوقت عارف راماته كام، لانه ببساطه شديده دايما الناس بتوع الاندرويد بيبقوا غاويين حته التكنولوجي شويه. يا اما النوع الثاني من مستخدمين الاندرويد اللي هو بص هو مش عايز حاجه غاليه يعني. والاندرويد بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ممكن تلاقي تليفون جديد ب $100، ممكن تلاقي تليفون جديد ب $2400، والاثنين بيرنوا نفس الاندرويد. فدي ميزه الاندرويد عن ابل، السعر. ميزه الابل على الاندرويد الامان شويه. انا بشوفهم بيتساووا، وسواء شلت اندرويد او ايفون المهم تبقى مرتاح. لو انت مختلف معايا في حاجه يا ريت تسيب لي الكلام ده في الكومنتات تحت، وتعالوا نتناقش انهي احسن، ابل ولا اندرويد، اي او اس ولا اندرويد، ومين اللي ليه مستقبل اكتر. اشوفكم على خير الحلقه الجايه. سلام.